صباح الخير حبيباتي. اليوم جبت لكم كيكه المحلبات، كيكه سهله واقتصاديه ما فيهاش المقادير بزاف، كتوجد في رمشه ساهل. لهاد الكيكه هادي عندنا نبداو ب3 البيضات. بسم الله، نديرو 3 البيضات في حراره المطبخ. الا كان البيض عندكم كبير ديروا 2، الا كان البيض صغير ديروا 3. انا عندي البيض صغير درت 3. نزيدو معهم كاس معمر ديال السنيده العبر، دائما كاس لينيبه. نخلطو مزيان هاد الخليط ديالنا، نخلطو كنخلطو مزيان 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 لمده 5 دقائق فما فوق، حتى يرجع لنا الخليط ديال البيض والسنيده في هذا الشكل هذا، يرجع لونه ابيض. من بعد نزيدو عليهم كاس معمر ديال الزيت، زيت المائده. نزيدو عليهم كاس معمر ديال الماء ممكن تعوضوا بالحليب، ممكن تعوضوا بعصير الحامض. انا ما عنديش في هذا الوقت هذا، ما عنديش، فاكتفيت بالماء. حسب الماء راه كتجي لذيذه وزوينه، وجربوها غتشكروني عليها. من بعد نزيدو 2 معالق كبار ديال الكونفيتير، اي كونفيتير بغيتو عندكم، مربى. انا درت مربى المشمش هو اللي يجي زوين في اي حلوه. هيا مربى المشمش، نديرو معلقه كبيره، 2 معالق كبار، ولا بغيتو ديروا معلقه ونص كتفيو بمعلقه ونص. نزيدو نخلطو من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا مزيان نزيدو الطحين، الدقيق، الفورس ديال الحلوى. هذا المقدار هذا دخلنا فيه كميه 300 غرام ديال الطحين، ولكن نعينكم ميزانكم، ممكن تكون على حسب النوعيه الطحين، ممكن تجي ما توصلش 300 غرام، وممكن تجي زايده شويه. فالانسان عينك ميزانك، دير شويه هكا وانت تجرب تخلط وتشوف. نخلطو بشويه بشويه. من بعد ما خلطنا الخليط ديال الكيكه ديالنا مزيان، ها هي رجعت العجينه ديالها هاديه ناقصها مجاريه بحال العجينه ديال الكيك. دابا نضيفو لها خميره الحلوى ديال وحده فانيلا بيضه، نسموها بها. بغينا نسموها بقشور الحامض نسموها، ماشي مشكله. اي كانت عندكم سواء الفانيل ولا قشور الحامض ولا اي حاجه باش نسموها يبقى عندكم اختيار. نزيدو 2 ديال خميره الحلوى ديال الحمر، هي وحده، وهذه الثانيه نديرو 2. ونخلطو مزيان، نكملو التخليط بالخلاط اليدوي. هاد الكميه هادي كتعطينا 2 كيكات صغار. ناخدو المول ديال الكيكه هو هذا، ندهنوه بالزويته زيت المائده ونرشوه بالدقيق. انا خديت هاد المول هذا، واحد طويل هكا وهذا واحد مدور، هما المولات صغار. ندير العجينه ديالنا في المول، ما يكونش عامر، نديرو هكا ما يعمرش بزاف باش ما يفدناش. نخليو هذا جانبا نديرو في الفران. ناخدو المول الثاني نديرو بنفس الطريقه، ما يكونش عامر. نقطعو على الكيكه ديالنا هكا، هما 2. دابا نديرهم في الفران ونرجع لكم من بعد ما يطيبوا.
من بعد ما طابت خرجناها من الفران، جات منفخه وزوينه وحمراء وتشقات مزيانه كتشهي. عندنا بكونفيتير ونرشو عليها شويه د الكوك، كتجي لذيذه بزاف بزاف. ثقوا بيا راكم غتجربوها ما تندموش عليها. من بعد ها هي الكيكه ديالنا من بعد ما قطعناها جات زوينه كتشهي. زوقناها بكونفيتير والكوك، هشيشه ورطبه مزيونه وكتشهي، وبالصحه والراحه.